السلام عليكم ورحمة الله. والله مهما أقول ومهما أعيد أنا مش هوفي كل حب إخواتي المحترمين، عيلتي التانية فعلا عيلة والله العظيم، فعلا إخوات، فعلا سند. ربنا يديمكم في حياتنا ويخليكم يا أحلى ناس في الدنيا. كل الدعوات اللي دعيتوها ربنا، بصوا ربنا كبير، والله ربنا كبير. زي ما بشارككم حزني بشارككم فرحي، والله كتر ألف خيركم، كتر ألف خيركم على كل دعوة دعيتوها لابني. الله يا رب يسعدكم ويكبر بخاطركم ويبارك لكم، عشان فعلا والله العظيم يا بختك يا شدة يا شدة زي ما بيقولوا. والله العظيم ما اعرف اقول لكم ايه، انتوا احلى اخوات في الدنيا. انا مبسوطة بيكوا قوي 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 قوي، احلى 17,000 اخ واخت. والله العظيم تاتا احلى اخوات واحلى عيله. احكي لكم يا حبايبي ايه اللي حصل لمحمود بقى. الحمد لله، مش انا قلت لكم؟ اللهم صل على النبي. قلت لكم بصوا وشي دلوقتي يا حبايبي من وش الفيديوهات اللي فاتت. بصوا يا رب ما يحرم حد من ضناه ابدا، يا رب ما يحرم امي من ضناها ابدا، بحق جاه النبي. يا رب بحق جاه النبي، يا رب ما يوقع شاب في ضيقه. يا رب يهدي الشباب كلهم، يا رب يصلح حالهم ويكفيهم شر طريقهم، ويكفيهم اهم حاجة شر الحاكم الظالم. عشان احنا في البلد دي اللي ملهوش ظهر يا حبايبي، اللي ملهوش ظهر اقسم بالله بيروح ورا الشمس. واحنا ظهرنا ربنا احلى من اي حد واقوى من اي حد. خايفين يقولك ما تتكلمش اي حاجة لا يطلعوا ياخدوا الواد تاني. خايفين يا حبيبي، قول له اسكتي انا مش هتكلم. انا هقول لكم يا جماعه الحمد لله والشكر لله، يوم الثلاث زي ما حكيت لكم، اللهم صل على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. محمود الحمد لله خد اخلاء سبيل، هو والولد اللي معاه الحمد لله والشكر لله خد اخلاء سبيل. وحبيناه حبينا يعني يطلعوه بعد ما يعني القاضي ما حكم وكده. هو فهو اصلا كده كده كان في الاسم معروض اونلاين زي ما قلت لكم شاشه، وهو المحامي في اللهم صل على النبي في المحكمه وبيترافع. فحبينا نطلعه من الاسم بعد ما خد اخلاء السبيل، فما عرفناش طبعا. احنا لو عندنا حد يعني كده هو كانوا خرجوه بعد بعد الحكم على طول. المهم خرج في العرض بتاع بالليل، قلنا مش اشكال، قلنا مش اشكال الحمد لله. فخرج في العرض بتاع بالليل. اللهم صل على نبي. وفرحنا يا حبايبي، ويا رب ما يفرح، يا رب ما يوقع حد في دقيقة ويفرحكم كلكم. المهم يا جماعة محمود ابني سايب في الأمانات، كانوا واخدين منه التليفون بتاعه، واخدين 100 جنيه، كان هو حتى في التليفون والبطاقة. تليفون رينو 6، تليفون رينو 6 أقسم بالله، أقسم بالله والله زي ما بحكي لكم كده اهو. حب يا عيني ابوه ياخده من الامانات. اللي انا بقى عرفته ايه ده، انا هحكي لكم الحكايه، خليكم معايا كده واوعوا تروحوا في حته. اللي انا عرفته ليه الضابط حطه في دماغه ليه وعمل فيه اللي عمله ده ليه. اتاري محمود ابني كان بيعمل ايه يا جماعه تتوقعوا؟ اللي خلى ظابط، انا مش عايزه اغلط عشان الظالم عليه ربنا، الظالم عليه ربنا. بعد اذنك يا كينج، انا بتكلمش، انا بقول حاجه، انا ما بقولش حاجه، انا بقول الظالم عليه ربنا. كل ظالم عليه ربنا، انا لو ظالمه ربنا يتولاني. المهم يا جماعه اللهم صل على النبي. ابني كان بيصور، محمود ابني كان بيصور. اه غلط فعلا كان بيصور. اللي خلى الضابط ياخده يا جماعه محمود ابني كان بيصور، كان بيصور. بصي يا ماما، الضابط خدني وطلعني البوكس اهوت، انا ومودي صاحبي اهو. انا راكب العربيه اهو يا امي عشان يبعتوا لي يا عيني على الواتس. فالضابط شافه وهو ايه، وهو بيصور. الضابط شافه وهو بيصور. المهم نزل الاسم يا جماعه تاني عشان خدوه بقى جوه ودخلوه، خدوا التليفون منه وقال له فرمطه، قال له افتحه وفرمطه يلا، بنفس اللفظ كده اهو. المهم محمود ابني عمل له فرمطه. يعني ايه فرمطه؟ انا يعني عمل له اعاده ضبط المصنع، كانك لسه جايب التليفون جديد معلهوش اي حاجه يعني، ولا صور ولا اي حاجه، مسح كل حاجه من على التليفون ماشي وخلاص. وابني اتعاقب وخد ال4 ايام، وزي ما حكيت لكم كده المراحل بتاعته وخلاص. المهم حب امبارح بابا يستلم الامانات من
من الاسم وكده ما رضوش يديله التليفون. قسما بالله ما رضيوا، قالوا له امه ممكن ايه، ما امه تنزل يرقفوا بحالها وكده، عشان انا مركبه كانوا لو زي ما انتوا عارفين وكده، يرقفوا بحالها وكده و... ويدوها التليفون. الضابط بيجي على الساعه 12. حاضر، خدت بعضي والله العظيم تلاتة. بعد ما محمود طلع في عرض الساعة 11 بالليل، هو يعني جه هو وابوه، انا نزلت الساعة 12 ونص انا وبنتي خلود. نزلت يا جماعة بكل ادب وبكل احترام اسأل على الضابط، الضابط ما كانش موجود. المهم وقفت نص ساعة بره، قالوا لي ده جاي ايه، ده فوق هنا هو مش عارفة في مأمورية وجاي. المهم وقفت اكتر من نص ساعة، ساعة الا ربع، لغاية ما ايه حضرة الباشا وصل. دخلت له بكل ادب وبكل احترام، يا فندم انا والدة محمود. محمود مين؟ قلت له محمود ياسر عبد الستار وكده. انا بعد اذنك انا عايزه التليفون بتاع ابني في الامانات، ابني خد اخلاء سبيل. والله والله والله. هو روح ازاي؟ الواد ده روح ازاي؟ ده ربنا بيحبه اللي روح وانا مش موجود. قلت له خلاص يا فندم عيل وتعاقب والحمد لله، والله هو ابن ناس وخلاص يعني، شاب وربنا يهدي الشباب كلهم يا رب. والله العظيم تالتة قسما بالله، وحياة الشدة اللي أنا فيها، وحياة ما بقول ربنا يا ابني ما يوقعك في جهة أبدا. التليفون مش هياخده ولا هيشوفه، أنا هكسره. قلت له حقك عليا، ده أنا بدفع قسط والله كل شهر 1000 جنيه، حقك عليا، حقك عليا أنا، معلش أمه بتستنجد من إيه، الباشا بتاعنا، حقك عليا طبعا. هتقول إيه، عيب أما أقول لو ليك، مش عيب، عيب أما أقول المثل ده. المهم أبدا يا حبايبي، أبدا يا فندم يا باشا، خلاص طب خلاص هو الولد طلع، ده ربنا بيحبه اللي هو طلع وانا مش موجود. كان طبعا عشان يعاقبوا على حكايه، كان هيقطع عيشي، كان هيوديني في داهيه. انا طبعا قلت له حقك، انا قلت له حقك اما يصور حاجه زي كده هو وينشرها. قلت له لا ما كانش هينشرها والله، والله ما كان هينشرها، ابني كان هيبعتها لي على الواتس. المهم قال لي مش هيشوف التليفون ده ينساه. قلت له طب اديني البطاقه، اديني بطاقه ابني. مش عندنا، مش عندنا، ولا خدنا تليفون ولا خدنا بطاقه. ونقول الظالم عليه ربنا مرة تاني وتالت ورابع. السلام عليكم. وارجع اقول ابني اللي عمل فينا كده. ابني لو كان لقى الخناقه او خد بعضه وطلع، ما كانش وقف يتفرج، ما كانش ايه حصل اللي حصل. كنا اتمرمطنا الاربع خمس ايام اللي اتمرمطناهم دول، وهو شاف ايام ما يعلم بها الا ربنا. بصوا، ابني جاي حالته النفسيه زي الزفت، والله 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 نفسيته زي الزفت، ما يعلم بها الا ربنا. مش عايز يقول يعني كان بيحصل ايه وكان بيعمل ده، اتاريه يعني عشان ينام النومه جوه، ينام النومه جوه وهو ما بيشربش سجاير. الراجل يقول له هات علبه سجاير عشان تعرف تنام، هات علبه سجاير عشان تخش الحمام. الكلام ده كله انا ما اعرفش، كنت اجيب له سجاير وادخله. اتاري كل المعامله جوه في الحجز، يا رب ما يحكم على حد ابدا يا رب، بحق جاه النبي. اتاري كل المعاملات جوه بالسجاير، وانا عشان ابني مش بيدخن، فانا ما بعرفش، انا بجيب له الاكل وبجيب له الغيارات وبدخلها زي ما حكيت لكم، انا ما اعرفش موضوع السجاير ده. فالمهم الحمد لله، وارجع اقول ابني هو اللي غلطان يا جماعه، عشان ما شافش المشكله وخد بعضه وطلع. انا مش بغلط في حد ولا بدين حد والله، بس فعلا البلد ديت اللي ليه ظهر يا حبايبي هو اللي بيمشي والله. وارجع اقول ربنا يهدي الشباب كلها، ربنا يهدي الشباب كلها. وادعوا يا حبايبي ان ربنا ما يوقع حد في ضيقه يا رب، ويخرج من اللي هو فيه، عشان ده لسه القضيه شغاله على فكره، لسه القضيه شغاله. هو خد اخلاء سبيل، هو خد اخلاء سبيل هو والولد اللي معاه، بس لسه القضيه شغاله. ادعوا له ان شاء الله يخرج منها على خير باذن الله، بحق جاه النبي يا رب. ما يوقع حد في ضيقه ابدا يا رب، ولا يحرق قلبهم على ضناها ابدا. ويخليكوا لينا ويسعدكم ويكفيكوا شر المرض. وبشكركوا تاني وتالت ورابع يا رب يا حبايبي. وبشكر، بصي لو فضلت اشكر من هنا للسنه الجايه قسما بالله، والله انا ما ارتحت ابدا من بعد العمليه يا جماعه والله. انا المفروض ارتاح، بس يا محمد بعد اذنك، انا المفروض ارتاح وبطني ديت ترتاح ونفسيتي تبقى مرتاحه وكل حاجه. والله ما ارتحت الا لما شفت ابني قدامي، والله ما ارتحت الا لما شفت ابني قدامي كده وخدته في حضني. بصوا انسى الدنيا ومن اللي فيها والله. شاب وما عمره ولا لف ولا دار
وشاب يعني ربنا ما يوقع حد في دي. انتوا عارفين طبعا انا بتكلم بتلقائيه وبتكلم يعني بطبيعتي. اللهم صل على النبي. شاب وام، ويا رب ما يحرم حد من ام، ولا يحرم حد يا رب من ضنا، ويا رب يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، ويا رب يسعدكم ويخليكم لينا. احلى فرحه والله العظيم فرحتها امبارح لما ابني دخل عليا، ومن دخلة ابني عليا كده هو وابوه. الحمد لله والشكر لله، وربنا هيعوضنا خير ان شاء الله يا حبايب قلبي. وباذن الله ان شاء الله الجاي احسن باذن الله. واستنظرونا يا حبايبي ان شاء الله في مفاجاه باذن الله الساعه 9 ان شاء الله باذنك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. والله 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 مهما اقول ومهما اعيد انا مش هوفي كل حب اخواتي المحترمين. عيلتي التانية فعلا عيلة والله العظيم، فعلا اخوات، فعلا سند. ربنا يديمكم في حياتنا ويخليكم يا احلى ناس في الدنيا. كل الدعوات اللي دعيتوها ربنا، بصوا ربنا كبير والله، ربنا كبير. زي ما بشارككم حزني بشارككم فرحي، والله كتر الف خيركم، كتر الف خيركم على كل دعوة دعيتوها لابني. الله يا رب يسعدكم ويكبر بخاطركم ويبارك لكم، عشان فعلا والله العظيم يا بختك يا شدة يا شدة زي ما بيقولوا. والله العظيم ما اعرف اقول لكم ايه، انتوا احلى اخوات في الدنيا. انا مبسوطة بيكوا قوي 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 قوي، احلى 17,000 اخ واخت. والله العظيم تاتا احلى اخوات واحلى عيلة. احكي لكم يا حبايبي ايه اللي حصل لمحمود بقى. الحمد لله، مش انا قلت لكم؟ اللهم صل على النبي. قلت لكم بصوا وشي دلوقتي يا حبايبي من وش الفيديوهات اللي فاتت. بصوا يا رب ما يحرم حد من ضناه ابدا، يا رب ما يحرم امي من ضناها ابدا بحق جاه النبي. يا رب بحق جاه النبي، يا رب ما يوقع شاب في ضيقه. يا رب يهدي الشباب كلهم، يا رب يصلح حالهم ويكفيهم شر طريقهم، ويكفيهم اهم حاجه شر الحاكم الظالم. عشان احنا في البلد دي اللي ملهوش ظهر يا حبايبي، اللي ملهوش ظهر اقسم بالله بيروح ورا الشمس. واحنا ظهرنا ربنا احلى من اي حد واقوى من اي حد. خايفين يقول لك ما تتكلمش اي حاجه لا يطلعوا ياخدوا الواد تاني. خايفين يا حبيبي، قول له اسكتي انا مش هتكلم. انا هقول لكم يا جماعه الحمد لله والشكر لله. يوم الثلاث زي ما حكيت لكم، اللهم صل على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. محمود الحمد لله خد اخلاء سبيل، هو والولد اللي معاه الحمد لله والشكر لله خد اخلاء سبيل. وحبيناه حبينا يعني يطلعوه بعد ما يعني القاضي ما حكم وكده. فهو اصلا كده كده كان في الاسم معروض اونلاين زي ما قلت لكم شاشه، وهو المحامي في اللهم صل على النبي في المحكمه وبيترافع. فحبينا نطلعه من الاسم بعد ما خد اخلاء السبيل، فما عرفناش طبعا. احنا لو عندنا حد يعني كده كانوا خرجوه بعد الحكم على طول. المهم خرج في العرض بتاع بالليل، قلنا مش اشكال، قلنا مش اشكال الحمد لله. فخرج في العرض بتاع بالليل. اللهم صل على نبي. وفرحنا يا حبايبي، ويا رب ما يفرح، يا رب ما يوقع حد في دقيقه ويفرحكم كلكم. المهم يا جماعه محمود ابني سايب في الامانات، كانوا واخدين منه التليفون بتاعه، واخدين 100 جنيه كان هو حاطه في التليفون والبطاقه. تليفون رينو 6، تليفون رينو 6 اقسم بالله، اقسم بالله والله زي ما بحكي لكم كده اهو. حب يا عيني ابوه ياخده من الامانات. اللي انا بقى عرفته ايه ده، انا هحكي لكم الحكايه، خليكم معايا كده وهتروحوا في حته. اللي انا عرفته ليه الضابط حطه في دماغه ليه وعمل فيه اللي عمله ده ليه. اتاري محمود ابني كان بيعمل ايه يا جماعه تتوقعوا؟ اللي خلى ظابط، انا مش عايزه اغلط عشان الظالم عليه ربنا، الظالم عليه ربنا. بعد اذنك يا كينج، انا بتكلمش، انا بقول حاجه، انا ما بقولش حاجه، انا بقول الظالم عليه ربنا. كل ظالم عليه ربنا، انا لو ظالمه ربنا يتولاني. المهم يا جماعه اللهم صل على النبي. ابني كان بيصور، محمود ابني كان بيصور. غلط فعلا كان بيصور. اللي خلى الضابط ياخده يا جماعه محمود ابني كان بيصور، كان بيصور. بصي يا ماما الضابط خدني وطلعني البوكس اهوت.
انا ومودي صاحبي اهو، انا راكب العربيه وهي امي عشان يبعتوا لي يا عيني على الواتس، فالظابط شافه وهو بي ايه، وهو بيصور. الظابط شافه وهو بيصور. المهم نزل الاسم يا جماعه تاني عشان خدوه بقى جوه ودخلوه، خدوا التليفون منه وقال له فرمطه، قال له افتحه وفرمطه يلا، بنفس اللفظ كده اهو. المهم محمود ابني عمل له فرمطه. يعني ايه فرمطه؟ انا يعني عمل له اعاده ضبط المصنع، كانك لسه جايب التليفون جديد معلهوش اي حاجه، يعني ولا صور ولا اي حاجه، مسح كل حاجه من على التليفون. ماشي وخلاص، وابني اتعاقب وخد الاربع ايام، وزي ما حكيت لكم كده المراحل بتاعته وخلاص. المهم حب امبارح بابا يستلم الامانات من الاسم وكده، ما رضوش يديله التليفون. قسما بالله ما رضيوا، قالوا له امه ممكن ايه، ما امه تنزل يرقفوا بحالها وكده، عشان انا مركبه كانوا لو زي ما انتوا عارفين وكده، يرقفوا بحالها وكده و... ويدوها التليفون. الضابط بيجي على الساعه 12. حاضر، خدت بعضي والله العظيم ثلاثة، بعد ما محمود طلع في عرض الساعة 11 بالليل، هو يعني جه هو وابوه. انا نزلت الساعة 12 12 ونص، انا وبنتي خلود. نزلت يا جماعة بكل ادب وبكل احترام اسأل على الضابط، الضابط ما كانش موجود. المهم وقفت نص ساعة بره، قالوا لي ده جاي ايه، ده فوق هنا هو، مش عارفة في مقبورية وجاي. المهم وقفت اكتر من نص ساعة، ساعة الا ربع، لغاية ما ايه، حضرة الباشا وصل. دخلت له بكل ادب وبكل احترام، يا فندم انا والدة محمود. محمود مين؟ قلت له محمود ياسر عبد الستار وكده. انا بعد اذنك انا عايزه التليفون بتاع ابني في الامانات، ابني خد اخلاء سبيل. والله والله والله. هو روح ازاي؟ الواد ده روح ازاي؟ ده ربنا بيحبه اللي روح وانا مش موجود. قلت له خلاص يا فندم، عيل وتعاقب والحمد لله، والله هو ابن ناس وخلاص يعني، شاب وربنا يهدي الشباب كلهم يا رب. والله العظيم ثلاثة قسما بالله، وحياة الشدة اللي أنا فيها، وحياة ما بقول ربنا يا ابني ما يوقعك في جهة أبدا. التليفون مش هياخده ولا هيشوفه، أنا هكسره. قلت له حقك عليا، ده أنا بدفع قسط والله كل شهر 1000 جنيه، حقك عليا، حقك عليا أنا معلش، أمه بتستنجد من إيه، الباشا بتاعنا، حقك عليا طبعا. هتقول إيه، عيب أما أقول لو ليك، مش عيب، عيب أما أقول المثل ده. المهم أبدا يا حبايبي، أبدا يا فندم يا باشا، خلاص. طب خلاص هو الولد طلع، ده ربنا بيحبه اللي هو طلع وانا مش موجود. كان طبعا عشان يعاقبوا على حكايه، كان هيقطع عيشي، كان هيوديني في داهيه. انا طبعا قلت له حقك، انا قلت له حقك اما يصور حاجه زي كده هو وينشرها. قلت له لا، ما كانش هينشرها والله، والله ما كان هينشرها، ابني كان هيبعتها لي على الواتس. المهم قال لي مش هيشوف التليفون ده ينساه. قلت له طب اديني البطاقه، اديني بطاقه ابني. مش عندنا، مش عندنا، ولا خدنا تليفون ولا خدنا بطاقه. ونقول الظالم عليه ربنا مرة تاني وتالت ورابع. السلام عليكم. وارجع اقول ابني اللي عمل فينا كده. ابني لو كان لقى الخناقة او خد بعضه وطلع، ما كانش وقف يتفرج، ما كانش ايه حصل اللي حصل. كنا اتمرمطنا الاربع خمس ايام اللي اتمرمطناهم دول، وهو شاف ايام ما يعلم بها الا ربنا. بصوا، ابني جاي حالته النفسية زي الزفت، والله 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 نفسيته زي الزفت، ما يعلم بها إلا ربنا. مش عايز يقول يعني كان بيحصل ايه وكان بيعمل ده، اتاريه يعني عشان ينام النومه جوه، ينام النومه جوه وهو ما بيشربش سجاير. الراجل يقول له هات علبه سجاير عشان تعرف تنام، هات علبه سجاير عشان تخش الحمام. الكلام ده كله انا ما اعرفش، كنت اجيب له سجاير وادخله. اتاري كل المعامله جوه في الحجز، يا رب ما يحكم على حد ابدا يا رب، بحق جاه النبي. اتاري كل المعاملات جوه بالسجاير، وانا عشان ابني مش بيدخن، فانا ما بعرفش، انا بجيب له الاكل وبجيب له الغيارات وبدخلها زي ما حكيت لكم، انا ما اعرفش موضوع السجاير ده. فالمهم الحمد لله، وارجع اقول ابني هو اللي غلطان يا جماعه، عشان ما شافش المشكله وخد بعضه وطلع. انا مش بغلط في حد ولا بدين حد والله، بس فعلا البلد ديت اللي ليه ظهري يا حبايبي هو اللي بيمشي والله. وارجع اقول ربنا يهدي الشباب كلها، ربنا يهدي الشباب كلها. وادعوا يا حبايبي ان ربنا ما يوقع حد في ضيقه يا رب، ويخرج من اللي هو فيه، عشان ده لسه القضيه شغاله على فكره، لسه القضيه شغاله. هو خد اخلاء سبيل، هو خد اخلاء سبيل هو والولد اللي معاه،
بس لسه القضية شغالة. ادعوا له ان شاء الله يخرج منها على خير باذن الله بحق جاه النبي يا رب. ما يوقع حد في دقيقه ابدا يا رب، ولا يحرق الام على ضناها ابدا، ويخليكوا لينا ويسعدكم ويكفيكوا شر المرض. وبشكركوا تاني وتالت ورابع يا رب يا حبايبي. وبشكر بصي لو فضلت اشكر من هنا للسنه الجايه قسما بالله. والله انا ما ارتحت ابدا من بعد العمليه يا جماعه والله. انا المفروض ارتاح بس يا محمد بعد اذنك. أنا المفروض ارتاح وبطني ديت ترتاح ونفسيتي تبقى مرتاحه وكل حاجه. والله ما ارتحت الا لما شفت ابني قدامي. والله ما ارتحت الا لما شفت ابني قدامي كده اهوت وخدته في حضني. بصوا انسى الدنيا من اللي فيها والله. شاب وما عمره ولا لف ولا دار وشاب يعني ربنا ما يوقع حد في دي. انتوا عارفين طبعا انا بتكلم بتلقائيه وبتكلم يعني بطبيعتي. اللهم صل على النبي. شاب وام، ويا رب ما يحرم حد من ام ولا يحرم حد يا رب من ضنا. ويا رب يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. ويا رب يسعدكم ويخليكم لينا. احلى فرحه والله العظيم فرحتها امبارح لما ابني دخل عليا ومن دخلت ابني عليا كده هو وابوه. الحمد لله والشكر لله. وربنا هيعوضنا خير ان شاء الله يا حبايب قلبي. وباذن الله ان شاء الله الجاي احسن باذن الله. واستنظرونا يا حبايبي ان شاء الله في مفاجاه باذن الله الساعه 9 ان شاء الله باذنك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.